اهلا بيكم في اكله وترويقه. تعالي بقى النهارده اقولك على اسهل واسرع طريقه للمكرونه. هتجهزيها في دقايق. طريقه بجد سهله وسريعه جدا والطعم روعه. تعالي اقولك بقى ازاي ما تطلعش معجنه معاكي نهائي. المكرونه مش ماسكه في بعضها خالص، كل واحده بوحدتها وفي نفس الوقت حمرة جدا. عملتها بمعلقتين صلصه بس. اه والله هما معلقتين صلصه بس اللي حطيتهم عليها وطلعت بالجمال دوت. لو اول مرة بتشوفيني حطي لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل يوم وصفاتنا الاقتصادية اللي بننزلها. تعالي بقى كده ندخل في وصفتنا على طول. اول حاجة انا هبتدي اسلق المكرونة. هجيب الحلة بتاعتي كده وهحط فيها مية تكون مغطية كمية المكرونة اللي انا هعملها، وهحط فيها معلقة من الملح وحوالي معلقتين من الزيت. هغطي عليها واول ما تغلي هبتدي انزل بالمكرونة بتاعتي. انا معايا حوالي 350 جرام من المكرونة القلم. هحطها كده واديها تقليبة وهسيبها تتسلق. اهم حاجة بقى ان انا هسيبها تتسلق حوالي 7 دقايق بالظبط. انا عايزة المكرونة تبقى نص سوا بالطريقة دي كده بالظبط. بصي يعني انتي مثلا لما تطلعيها كده انا عايزاها ما تتقسمش معاكي بسرعة، بتبقى بصي بتتقسم بالعافية بالطريقة دي كده بالظبط. يعني انا مش عايزاها 3/4 سوا، لا هي نص سوا بالظبط. هتدي معاكي نتيجة ممتازة. دلوقتي بقى بعد ما سلقنا المكرونه انا هاخدها اصفيها في مصفى وهحط عليها شويه ميه ساقعه كده اهوت. هغسلها الاول عشان انا عايزاها توقف التسويه بتاعتها. تعالي بقى دلوقتي في نفس الحله بعد ما حطينا المكرونه في مصفى هناخد الحله بتاعتنا هننشفها وهنحط عليها حوالي 4 معالق من الزيت. وهاخد بصلايه كبيره كده اهوت هقطعها كده قطع صغيره. هبتدي كده اديها تشويحه كده بسيطه في الزيت. بعد كده بقى انا دلوقتي مجهزه معايا فلفل مقطعاه كده قطع صغيره. فلفل رومي، لو عندك فلفل الوان يبقى جميل حلو جدا. اي حاجه هتدي الغرض. انا كان عندي فلفل رومي حطيت فلفل رومي. هديله تشويحه كده اهوت. ومجهزه معايا طماطم كده مكعبات حوالي 3 طماطمات كده او طماطمتين على حسب كميه المكرونه اللي هتعمليها. اديها تشويحه كده بقى وتعالى نشوف التوابل بتاعتنا. بصي بقى التوابل بتاعتنا هي هتبقى ملح ورشة فلفل اسود ونص معلقة كده من الكزبرة. بس كده. انا مش عايزة توابل كتير، انا مش عايزة احط بهارات ولا عايزة احط كمون ولا اي توابل تضيع طعم المكرونة. هتفرق جامد يا جماعة، هي التوابل دي بس كده هتفرق جامد معاها. انا هسيبها كده هوت لغاية اما الخضار بتاعي يدبل خالص. دلوقتي كده بقى الخضار بتاعي دبل وبقى جميل. تعالي بقى دلوقتي في الخطوة اللي جاية ديت. انا هنا كده معايا معلقتين من الصلصه هضيفهم عليها. الصلصه ديت عندي انا كنت عاملاها في البيت. لو انت عندك الصلصه المعلبه ممكن تحطيها عادي. وهضيف حوالي نص كوبايه كده من الميه. هديها تقليبه كده وهسيبها يا دوبك 3 دقايق بس تاخد غلوه. انا مش هخليها تتسبك ولا حاجه، هي كل حاجه عندي جاهزه ومتسبكه وتمام. هسيبها بس كده 3 دقايق تاخد غلوه. وبعد كده هبتدي بقى ان انا انزل بالمكرونه بتاعتي. تعالى اقولك على طريقه معلقتين الصلصه اللي انا عملتهم. جبت الكبه بتاعتي مش الخلاط، الكبه، وحطيت فيهم بالظبط 4 طماطمات وحوالي 3 فصوص من الثوم وضربتهم في الكبه كويس جدا. وبعد كده حطيتهم في الكسرونه بشويه زيت وسبتهم دقيقتين يتسبكوا. بقت معايا صلصه جميله جدا. دلوقتي بقى كده كل حاجه بقت تمام والصلصه بتاعتي خدت غلوه. هبتدي بقى انزل بالمكرونه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله المكرونه طالعه جميله جدا. نازله كده هوت كل واحده بوحدتها مش ماسكه ببعض خالص ولا معجنه خالص. انا دلوقتي هبتدي ادي المكرونه دي كده تقليبه في الخلطه بتاعتي الجميله ديت. وكده بقت المكرونه جاهزه. هي 3 دقايق بس انا هديها تقليبه المكرونه تكمل السوى الاخير بتاعها وهتطلع جاهزه معاكي في دقايق. جهزت معاكي احلى طبق مكرونه. طعمها بجد يا جماعه وهم وحياة ربنا خطير جدا. وريحتها بجد فظيعه حلوه قوي قوي قوي. ممكن بقى تنفع وجبه غدا كده في ثواني تجهزيها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطير. المكرونه مش معجنه نهائي وفي نفس الوقت حمرة جدا. لو عجبتك وصفة النهاردة حطينا لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة. بنزل كل يوم وصفات اقتصادية وافكار كده لوجبات على قد الايد. مع السلامة.